تعال اقول لك على اهم 8 اسباب يخلوك لعيب فاشل، وده في حاله ان انت ما كنتش فاشل اصلا يعني. ولو كنت فاشل فاحمد ربنا انك هتعرف ايه هو اسباب فشلك، وبالتالي تبطل تعمله وتفوق بقى لحياتك ولنفسك. يا فاشل يا فاشل الله في ايه يا فندم؟ يا بس فاشل. يا باشا خليني اقول لك ان ال8 مهمين، ولكن هبدا معاك بالاقل اهميه ونروح للاكثر اهميه في اخر الفيديو. وده ليه بقى؟ علشان المخ بيبني على اخر تجربه وبيفتكر اخر حاجه اكتر. وانت عارفني طبعا، انا والمخ والعقل والجهاز العصبي شقايق، كنا مع بعض في المدرسه بيست فريندز، فلازم اجيب سيرتهم في اي موضوع يعني، حتى لو ما لهمش لازمه، بس هم غالبا بيبقى ليهم لازمه. نبدا باول سبب للفشل في ال8. رقم 1: التأجيل. بكره هبدأ بكره ان شاء الله، وبكره ده ما بيجيش. بعده هبدأ، بعد بكره على طول نبدأ، هنفوت بكره بس عشان استعد، وبعد بكره على طول نبدأ. لما ارجع من السفر، لما اخلص امتحانات، لما اشوف بس كده ايه اللي هيحصل عشان اعرف. رقم 2: اللوم. انك تقعد تلوم كل الناس اللي حواليك على حاجة انت مش قادر تعملها، وتعلق فشلك على كل اللي حواليك الا على نفسك. هم السبب في كل حاجة وحشة بتحصل لك. ودي أسوأ طريقة ممكن تفكر بيها، انك تعيش في الماضي، زي جون مجدي عبد الغني كده. عبد الغني في هدف التعادل في الدقيقة 38. 40 سنة عايشين على جون، عايشين على الأطلال. الحمد لله ان المنتخب وصل لدور ال16. وخد عندك بقى، انا كنت بلعب في النادي الفلاني، انا عملت اسيست سنة 2019 في الماتش، فرقتي جابت منه جون. امبارح والماتش والبطولة خلصوا بانتهائهم، ومن بكرة ومن الماتش اللي جاي هتتحط في تقييم جديد. انسى انجازاتك وابدأ من الاول، لان اللاعب حالة. رقم 4: انك تعتقد ان نجاحك في الرياضة بيعتمد بس على المهارة الكروية. حبيبي، المهارة الكروية لا تشكل بأعلى تقدير أكتر من 20%، والدليل انزل الساحات الشعبية ومراكز الشباب، هتعمل منتخب تاني أجمد من المنتخب الأولاني، وفي الآخر هتلاقيهم حافيين وبيلعبوا في الشارع وما بيوصلوش لأي حاجة. وده أكبر دليل إن مهاراتك الكروية هي احتمال مش أكيد تكون مفتاح الباب لدخولك المجال تاخد فيه فرصة، لكنها مش ضمان لمكانك ولا لاستقرارك نهائيا. رقم 5: اعتقادك ان الاداء اللي بتطلبه من جسمك حق مش سعي. يعني ايه الكلام الكبير ده؟ يعني تبقى معتقد انك هتكون قوي وسريع وانت مش بتروح الجيم او بتعمل تدريبات بدنية. عمرها ما هتحصل. راعي جسمك واحترمه واديله كل اللي هو محتاجه علشان تعرف تطلب منه وتاخد كل اللي انت عايزه. رقم 6: ان نمط حياتك يكون نمط انسان عادي مش رياضي. شيبسي وبيبسي ونوتيلا ولوتس ونوم متاخر وبلاي ستيشن وماسك الموبايل طول اليوم. طبعا دي حياه فود بلوجر مش حياه رياضي. ما ينفعش تعيش كده، انا متاكد ان انت عايش كده، بس هو ما ينفعش تعيش كده. السبب السابع: انك ما تعملش لنفسك تاهيل بدني يحميك من الاصابات. الاصابه هي دليل قاطع على ضعف جسمك في مواقف معينه في اللعب، والضعف ده ممكن يكون عنصر من عناصر اللياقة البدنية ما اديتهوش الاهتمام الكافي في التمرين، او ما اديتهوش اهتمام اصلا. وبالتالي لازم تعمل مراجعة على جسمك، تشيك، تشوفه كل فترة هو محتاج ايه وتديله اللي هو محتاجه ده علشان ما تتصابش. رقم 8 والاخيرة، وهي مهمة جدا، انك تقضيها ولولة. مش الولولة اللي هي بتاعت لولولي بتاعت الفرح دي، لا مش هي دي. ما تسمعونا زغروطة صحيحة يا اخوانا بدل الهدوء اللي احنا فيه ده. تسلم لغليغك يا ابو عبير، نرضى عليك في ليله عبير ان شاء الله. طبعا مش دي الولوله خالص اللي احنا بنتكلم عنها، ده كان واجب كده بيحصل مع ام عبير وتمام وخلص خلاص. انا بتكلم في بابل المظلوم. اصل كلها ماشيه واسطه، اصل انا معيش فلوس وامكانياتي على قدي، اصل الظروف، اصل المدرب ما بيحبنيش. حبيبي حل مشاكلك، مليون واحد غيرك واسوأ من ظروفك ووصلوا للي نفسك توصل له. حل مشاكلك وشوف الامور بواقعيه، وتعامل مع المجال والحياة بما يليق بيهم. احنا مش في الجنة. اتعلم من اللي حواليك، اسعى واتعب واشتغل. ايه في الحياة سهل؟ وما تختارش واحد من اصعب المجالات واكثرهم ربحا وعايز يبقى الطريق ورد. مليار بني ادم عايزين المكان اللي انت عايزه، شوف بقى هتتفوق عليهم ازاي. ولو مش قدها ما تخشش اصلا من البداية. اختار معركتك بكل واقعية وحكمة،
وما تضيعش عمرك ووقتك وفلوسك، وما تعيش محبط ومقهور طول حياتك. الكورة مش آخر الدنيا، المجالات كتير وواسعة جدا، وعلشان كده لازم يكون تفكيرك ودماغك واسعة علشان تعرف تشوف الفرص الحقيقية اللي في حياتك. ولو عايز بقى تسمع كلام جامد كده زي اللي انت بتسمعه دلوقتي، اعمل لي فولو. ولو عايز تتدرب مع المدرب الكبير اللي انت شايفه قدامك ده، ابعت لي على الواتساب وانا هبعت لك كل التفاصيل. يا فاشل، هي دايما الحقيقة كده بتزعل، ما انا عارف. خلاص الفيديو اللي جاي بتاع الناجحين ان شاء الله، هبقى اقول لك يا ناجح ساعتها، ابقى اتفرج عليه، هينفعك. سلام.